السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدينا ومستمعينا قناة جت في العارضة. هنتكلم إن شاء الله عن قائمة النادي الأهلي مواجهة مصر المقاصة، وفيها بعض المفاجآت اللي وضعها الكابتن حسام البدري. فاصل وهندخل في تفاصيل القائمة. حيث وضع الكابتن حسام البدري قائمة النادي الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة. المباراة اللي هتتلعب إن شاء الله غدا يوم الأحد 10/12/2017 على استاد السويس، مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني. حيث جاءت قائمة النادي الأهلي بها مفاجآت: عودة صالح جمعة ومحارب واستبعاد حسام عاشور. وجاءت القائمة على النحو التالي: شريف إكرامي، أحمد عادل، رمضان مصطفى حراسة مرمى، محمد هاني، أيمن أشرف، محمد نجيب، صبري رحيل، أحمد فتحي، باسم علي، حسين السيد. خط الدفاع: خط النص عمرو السولية، عبد الله سعيد، كريم ندفد، أكرم توفيق، مؤمن زكريا، وليد سليمان، صالح جمعة، إسلام محارب. أما في الهجوم: وليد ازارو، جونيور اجاي، احمد ريان، باكا. قائمة النادي الاهلي اللي فيها بعض الوجوه الجديدة او عودة الناس مرة اخرى زي صالح جمعة واستبعاد حسام عاشور. بعدين من مباراة الأهلي ومصر المقاصة على النحو التالي: عماد متعب وحسام عاشور الإصابة، عمرو بركات وعلي معلول ورام ربيعة، مروان محسن، أحمد حمودي، سعد سمير، عبد الله الشامي، محمد الشناوي، أحمد الشيخ، هشام محمد. دي قائمة النادي الأهلي اللي مستبعدين عن مباراة مصر المقاصة. في النهاية نتمنى منكم تعملوا لايك وشير على صفحاتكم وتعملوا اشتراك على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.